خاطري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة سلام، لا عفوا بل من برنامجكم قضايا إريتريا. في هذه الحلقة سنتناول موضوع مهم من ضمن المواضيع التي تتفق مع نحن عليه في هذه الأيام المباركة، وهي أيام فاضلة في العشر الأواخر من رمضان. والله عز وجل يقول في كتاب العزيز: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ويقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأين المتنافسون وأين المتسابقون؟ نحن في فترات عظيمة الاجتهاد فيها يعتبر في الحقيقة كنز من كنوز الأعمال الصالحة التي ربما لا تتكرر. نسأل الله تعالى أن يعيد علينا رمضان كرات ومرات، وأن يرده إلينا عدة مرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. باسمكم جميعا أرحب ضيفي هذه الحلقة: الدكتور حسن سلمان من داخل الاستوديو، الباحث القرن الأفريقي والداعية المعروف، كذلك فضيلة الشيخ عبد العزيز عطا نصراي من شيوخ أبي عدي حفظهم الله ورعاهم. ونرحب بشيخنا وحبيبنا الشيخ عبد العزيز عطا. أهلا وسهلا بالشيخين. كما يسرني مشاهدي الأكارم أن أرحب بكم أنتم أيضا في هذه الحلقة الفريدة من نوعها، التي سنناقش فيها بمشيئة الله أوجه التنافس الخير في هذه الأيام، وما سبل ذلك، وما أفضل ما يتنافس فيه المؤمن. أبدأ بشيخي وضيفي الدكتور حسن سلمان. أجدد ترحيب بكم بادئ ذي بدء، وأسأل الله تعالى أن يكتب لكم الأجر مضاعفا في هذه الأيام. طبعا مشاهدي الأكارم، لا تنسوا أن تشاركونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما لا تنسوا أن تشاركونا أيضا عبر الرقم الذي يظهر على الشاشة: 0244 97 47 83 14 17. نسيت هذه الجزئية، المعذرة. دكتور حسن سلمان، نحن في الأواخر من شهر رمضان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها. لماذا كان يجتهد صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر، ولماذا أوصانا بالاجتهاد؟ وفيها ليلة القدر، ما هذه الليلة ومتى تكون، وكيف المؤمن يتحراها، وماذا يقول؟ إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما تفضلت في مقدمتك جزاك الله خير، سميت الأمر سباقا ومنافسة، وتعودنا الآن في واقعنا المعاصر قضايا المنافسة والسباق دائما لها نهائيات، والنهائيات لها استعدادات، وهذه الاستعدادات إما أن تؤدي بك إلى الدوري الأول، وإما أن تؤدي بك إلى ما يسمى بحسرة السباق في النهائيات. يعني كثير من الآن من الفرق الرياضية وغيرها لما يصل سبحان الله الفريق إلى النهائيات يكون همه كله أن يتأهل للدوري الأول، وكيف يستطيع أن يفوز بكأس العالم إن كان هو منافسة عالمية أو كأس إقليم، وهكذا. هكذا سبحان الله نحن في رمضان العشر الأواخر نهائيات، وهذه النهائيات فيها سباق، فيها منافسة، فيها أيضا جائزة وكأس.
خبأها الله سبحانه وتعالى في هذه العشر. يا سلام. يعني هذه النهايات كما أنه والله في دنيانا الآن نسعى إلى أنه والله نفوز بالكأس، أيضا في هذه العشر الأواخر هنالك كأس خبأه الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم حقيقة مداه كأجر وثواب إلا الله سبحانه وتعالى. عبر عنه بقوله خير من 1000 شهر، يعني الليلة التي في هذا. نسأل الله من فضله. هذه العشر من ميزها أولا أن فيها ليلة القدر، هذه ميزة. أيضا في إنزال ليلة القدر أو في موضوع ليلة القدر مرتبط أيضا بنزول القرآن الكريم، ففي العشر الأواخر وتحديدا ليلة القدر هي الليلة التي نزل فيها القرآن. تمام. الله سبحانه وتعالى ذكر بأنه والله نزل في رمضان، لكن بين لنا في آية أخرى بأنه نزل في ليلة إنا أنزلناه في ليلة مباركة. نعم. هذه الليلة هي ليلة القدر. إذن نزل القرآن أو كان بداية نزول القرآن الكريم في العشر الأواخر. أيضا العشر الأواخر مما تميز به موضوع الاعتكاف، وهو يعني الأصل في الاعتكاف في رمضان أن يكون في العشر الأواخر. إذا أنت عندك 3 ميزات أساسية: ليلة القدر، نزول القرآن الكريم، موضوع الاعتكاف في هذه الأيام. نأتي إلى يعني كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لهذه الاعتبارات نلاحظ ابن عباس رضي الله عنه وعائشة كذلك يحكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تحديدا قالت إذا أقبلت العشر، يعني العشر الأواخر من رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليله، سبحان الله، أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد مئزره. سبحان الله، هذه العبارات كافية جدا لأن ننظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نلاحظ أن سيرته في سائر عامه واحدة في القيام بالذات، لكن هنا سنلاحظ أن المسألة انتقلت إلى الكيف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة كان يصليها في سائر يعني حياته في رمضان وفي غير رمضان، لكن ما الذي يحدث في العشر الأواخر؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقوم ثلث الليل أو نصف الليل في سائر السنة، فإنه يقوم الليل كله في العشر الأواخر. ما شاء الله. إذن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ابتعاد عن النساء، شد المئزر، وفيها الجد. وهنا طبعا بعضهم حاول أن يقول بأن شد مئزره دلالة على الجد، لكن رواية عائشة فيها جد وشد مئزره، فالجد هذا لحاله، يعني يجد الإنسان، ولكنه أيضا يبتعد عن موضوع النساء في العشر الأواخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حاله، وبالتالي نحن مقبلين حقيقة على فترة مهمة جدا، أو الأيام المتبقية. يعني الآن نحن تقريبا خلاص، يعني العشر الأواخر شارفت على أو تجاوزت النصف، ونحن اليوم في 25، ولكن ما تبقى لا ندري ما الذي يعني يخبئه الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركات. وبالتالي نحث أنفسنا ونحث الآخرين على الاهتمام بهذه الفترة إن شاء الله القادمة. وموضوع ليلة القدر تحديدا الله سبحانه وتعالى جعله كما ذكرت في العشر الأواخر، وليلة القدر عندها مجموعة ميز ذكرها الله تبارك وتعالى في مجموعة من النصوص، سواء في سورة الدخان أو كان في سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهي أول ليلة مباركة، والبركة فيها يعني تأخذ أشكال عديدة جدا، مباركة في وقتها، مباركة فيما يتنزل فيها، مباركة فيما اختص الله سبحانه وتعالى فيها، لأنه مسألة التفضيل هنا مسألة شرعية بطبيعة الحال. الله سبحانه وتعالى يصطفي من الأزمان ويصطفي من الأمكنة ويصطفي كذلك من البشر، فهنا الاصطفاء لهذه الليلة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، فجعل هذه ليلة مباركة. الأمر الثاني جعلها الله سبحانه وتعالى أيضا ليلة خير من 1000 شهر، يعني العمل فيها خير من 1000 شهر، وهذه طبعا مدة كبيرة جدا، أن من أحيا هذه الليلة فقد نال هذا الأجر العظيم. أيضا جعلها الله سبحانه وتعالى ليلة لتنزل ملائكته وتنزل الروح اللي هو جبريل عليه السلام، وصدق من قال بأن هذا اليوم أشبه ما يكون بالاحتفال الكوني، يعني هذا الكون كله، يعني ليلة القدر عبارة عن احتفال في عالم السماوات والأرض، وهو أن الله سبحانه وتعالى يسمح لملائكته بما فيهم جبريل. يعني جبريل علاقته بالأرض انتهت من يوم أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا اليوم سبحان الله يسمح له بالنزول، وهو طبعا قائد الملائكة في هذا اليوم، يتنزلون جميعا ويحضرون حلق الذكر ويحيطون بها، فهي يوم بهذا. وهو كذلك يوم فيه سلام، بغض النظر عن مفهوم هذا السلام، يعني هو سلام كوني، على كل سلام كوني، إما أنه تقل فيه تأثير الشياطين، ويقل فيه كذلك الشرور في هذه الليلة المباركة، وتقل فيه المصائب، يعني هو يوم على كل فيه سلام. فالله سبحانه وتعالى على كل خاصة. وفي هذا اليوم أيضا تتنزل المقادير،
يعني الله سبحانه وتعالى اختط ما نسميه نحن في علم الاستراتيجي بالخطة الكونية في اللوح المحفوظ كخطة كونية موضوعة هناك، ثم هنالك خطة برامجية سنوية تنزل إلى عالم الملائكة. هذه الخطة البرامجية السنوية الملائكة ينفذونها من هذه الفترة، ولذلك سميت ليلة القدر. وفيها على كل هذه المقادير العظيمة، ففيها على كل موضوع الأرزاق وموضوع الأعمار وموضوع الأوبئة وكل ما يمكن أن نقول أنه مقدر في الكون البشري والكون الطبيعي يتنزل في هذه الفترة أو في هذه الليلة. وبالتالي تلاحظ هنا سبحان الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأعمال ترفع سنويا في شعبان. وهنا أنا صراحة كدارس الاستراتيجية ومهتم بها ألاحظ كيف أن هذه الأمور سبحان الله تعلمنا نحن أيضا كبشر أن نستفيد من هذا الوضع. صحيح. فخطة سنوية تتنزل في رمضان، وخطة التقارير السنوية العامة التي ترفع في شعبان. فبعد أن أعدت الأمور في شعبان وعرفنا فيها القبول وكذا، نبدأ الآن في المقادير الجديدة، وبالتالي نحن أمام أقدار الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا ما فيه الخير. آمين. طيب فيما يتعلق شيخنا الكريم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، ذكرتم أنه يقوم الليل كله. نعم. هل من شرط ذلك هل نطالب الناس أن يقومون الليل من أول صلاة العشاء مثلا إلى نهايته، أو يكفي من قام مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل؟ أحسنت. هنا أولا عندنا قضيتين مهمات جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى قضية مهمة جدا تتميز بها الليلة، ولا بد لأي شخص أن يكون له فيها حظ، وهي موضوع القيام. لكن بعض الناس فهموا وكأن هذه الليلة محصورة في القيام، ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خصها بأن والله القيام فيها أهم ما يجب أن يعمله الإنسان. يا سلام. وبالتالي ليلة القدر أهم ما يهتم فيه الإنسان أول شيء أن يقوم جزءا منها. وبالتالي كما تفضلت من قام مع إمامه حتى ينصرف كتبت له الليلة، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم حديث. أيضا بعض العلماء وأشاروا إلى هذا الموضوع قالوا ومن حضر صلاة المغرب في جماعة، الفرائض تحديدا، وصلاة العشاء في جماعة، فقد نال حظا من هذه الليلة على مستوى الفرائض. سبحان الله. يعني وهنا أنا أنبه حقيقة لأن بعض الناس سبحان الله ينشغل بالقيام ولكنه تجد يضيع الفرضين، يعني تجده بالإفطار وغيره ينشغل به، وبالتالي يحرص على القيام ولكنه ينسى ينسى الفروض هذه. وهذه مسألة مهمة جدا لابد أن ننبه إليها في هذه الليالي. أحرص قدر الإمكان أن تصلي صلاة المغرب في جماعة، لأن يبدأ معك الليل مع المغرب، وعندك صلاة العشاء، ولو ختمتها طبعا بصلاة الفجر هذه فكأنما قام الليل. فهذه نعم. الأمر الثاني أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضوع أيضا تلاوة القرآن، ولذلك أشار فيها إلى موضوع القيام وموضوع القراءة وموضوع الدعاء. يعني هذه الليلة أهم خصائصها الدعاء، الصلاة، وتجتمع كلها في القيام. فيمكن أن تقوم قياما طويلا تقرأ فيه القرآن، ثم تسجد سجودا طويلا تكثر فيه الدعاء، وبالتالي جمعت كل هذه القضايا في القيام. ولذلك لما خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع، موضوع من قام، يعني هنا أنا أذكر إنه والله نحن الآن آخر ما بقي لنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحيح. وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. إذن أنت أمام مغفرة لذنوب سابقة، وبالتالي هذه كلها إن شاء الله من الأشياء. ثم أضف إلى ذلك ما يمكن أن نسميه بالأعمال المتعدية. طيب هل ورد هناك دعاء مخصوص في هذا اليوم؟ نعم. عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله إن أدركتني أو أدركت ليلة القدر، يعني حست بها، شعرت بها، وجدت معالمها، فماذا أقول؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء جامع، وهو تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك، ولاحظ سبحان الله إذا عفى الله عن الإنسان لا يبقى شيء. أي. ويكثر على كل إنسان من الأدعية، لكن هذا من الأدعية المأثورة، ولكن إنسان نحن علينا أن أطلب في هذه الليلة ما شئت. طيب إن عفى الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، فهل هو يعفو فقط سبحانه وتعالى عن الصغائر أم يعفو عن الصغائر والكبائر؟ نعم. هنا طبعا تحكمنا نصوص أخرى فيما يتعلق بموضوع الكبائر، وهو أن الله سبحانه وتعالى هنا على النصوص غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ما يتعلق بالصغائر، كل ما يتعلق بالصغائر، لأن موضوع الكبائر شرط التوبة، شرط مغفرته والتجاوز فيه هو التوبة. يعني الشخص الذي والعياذ بالله مثلا هو مصر على كبيرة،
هذا مهما قام مهما صلى مهما كذا، هي نعم سيكون له مثقال، يعني يثقل موازينه عند الله وينفعه في الدار الآخر، لكن موضوع المغفرة والتكفير لا بد فيه من التوبة لكن والإقلاع. إن دعا قال اللهم إنك عفو تحب العفو، أليس هذا الدعاء متضمن التوبة؟ أي نعم، ليس لكن متضمن نحن التوبة. صحيح هو وإن عفى الله هل من كرمه أن يعفو فقط عن الصغائر سبحانه ويدع الكبائر؟ نعم. هنا نقول لصاحب هذه الكبيرة في اللحظة التي يدعو الله سبحانه وتعالى في أن يتجاوز عنه عما سبق، عليه أن يعزم أن لا يعود، فإن فعل ذلك غفر له. هي خلاص، هي أصلا تكفيرة الكبائر التوبة والإقلاع. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فنحن على كل نحرص على أننا في ليلة القدر أن الله سبحانه وتعالى يفعل في عباده ما شاء، من حيث أنه الله يغفر لي. لكن ألا ترى أنها أرجى أن يكفر الله عنه حتى الكبائر؟ لأن من يرفع يديه ويسأل الله بقلب حاضر يعني حاضر وخاشع لله ومستشعر عظمة العفو، ويقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فعفى الله عنه. نعم. أنا أتوقع من حسن الظن بربنا أن العفو إذا نزل على الجميع جميعا. نعم. أي نعم، على الجميع، نزل على الصغائر والكبائر، بخلاف لو قام ليلة القدر ولم يدعو. نعم. قام ليلة القدر لكنه ما دعا ولا تضرع، جزاء قيام ليلة القدر أن يغفر له الصغائر. نعم. لكن خشع وقال يا رب إنك عفو تحب العفو. هو على كل نرجو أن يكفر الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر متعلق بحقوق الله هذه واردة جدا. نعم. بحقوق الله وارد جدا أن الله سبحانه وتعالى ما عدا أما بحقوق الغير، حقوق العباد تحتاج إنه لا بد يتحلل منها، خاصة إذا كان مظالم مالية أو غيرها، لا بد في هذه الليلة وهو يدعو حق الله كما تفضلت، أنا أتفق معك، حق الله يغفر الله سبحانه وتعالى لعباده ما شاء. تمام. وبالتالي نحن ننبه فقط إلى موضوع حقوق العباد، هذا يحتاج إلى توبة. فضيلة الشيخ عبد العزيز، نجدد ترحيبا بكم، أهلا وسهلا بعبد الله. يا مرحبا بكم شيخ. ما شاء الله، وجهكم منور، جزاكم الله خير، ثبتنا الله وإياكم على طاعته. لقائكم، الله يحفظكم. حياك الله، أهلا وسهلا. فضيلة الشيخ عبد العزيز، نحن الآن في نهاية شهر رمضان المبارك، نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بخير، ومن المهم أن نتحدث عن زكاة الفطر التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين وطهرة عن الرفث واللغو. حدثنا عن هذه الشعيرة العظيمة من حيث الوجوب ومن حيث مقدار إخراجها، وكذلك وقتها، ومن فاته وقتها ماذا عليه أن يعمل. كل ذلك بين يديكم الشيخ عبد العزيز، نفعنا الله وإياكم نفعنا الله بعلمكم وسمتكم وهديكم شيخنا الكريم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أحب أن أضيف شيئا بسيطا فيما تكلمتم بخصوصه من فضائل العشر الأخيرة. مسألة ليلة القدر ما هي أو أين توافق؟ فقال العلماء رحمهم الله تعالى أن ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في أول رمضان ثم في أوسطه، ثم قال أمرنا بتحريها في العشر الأخيرة، وأرجى أيام العشر أيام الوتر منها، أيام الوتر من العشر، وأرجى أيام الوتر أو وأرجى يوم من أيام الوتر هي ليلة 27 من رمضان. وربما الليلة قد تتنقل في الأيام، لأن بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم رآه أحدهم أنه يسجد في ماء وطين، فكانت ليلة 21، وبعضها تقول في ليلة 23، وفي بعضها أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريها أو رؤيت في 25 إلى خلاف ذلك. ولكن أكثر الأدلة بل بعض العلماء يجزم أنها في ليلة
27 والعلماء يقولون على أنها تتنقل بين هذه الأيام. وأما بخصوص ما ذكرتم فضيلة الشيخ بخصوص زكاة الفطر، زكاة الفطر هي تكون طعمة للفقراء والمساكين، ومقدارها صاع تعطى من قوت أهل البلد، كما جاء في الحديث أنها تكون من قوت أهل البلد من البر والشعير والتمر وغير ذلك. طبعا هذه الأشياء الآن لا تشترط، لأن هذه الأشياء كانت قوت أهل المدينة في ذلك الوقت، أو قوت غالب الناس من المسلمين كانت تلك الأقوات. فأي بلد فيه قوت ذلك القطر نعطي من تلك الأنواع من الأطعمة. وهل تعطى من المال أم من الطعام؟ العلماء إجماعا، بل أصحاب المذاهب الثلاثة، فالغالبية هم على الإجماع أصحاب المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة، على أنها لا تجزي إلا من الطعام، لا بد أن تكون طعاما ولا تجزي من المال. ولعل الحنفية أو بعض الحنفية يرون أنها يصح أن تكون من المال، ولكن العلماء على ذلك، حتى قيل لأحمد إن عمر بن عبد العزيز أخذ زكاة الفطر مالا أو يجمع مالا، قال سبحان الله أقول لكم تقولون لي، قال عمر بن عبد العزيز وأنا أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رحمه الله تعالى. فلا بد أن تكون من الطعام. طيب ما هو قوت إريتريا يا شيخ عبد العزيز؟ أنت قلت أن تخرج طعاما من قوت البلد، ما هو قوت إريتريا اليوم برأيك؟ إريتريا اليوم في الغالب الدقيق اللي هي الشعير كذلك والبر. هل ممكن الطاف ممكن يا شيخ عبد العزيز؟ ممكن لا شك، ما هو من قوت البلد الطاف أيضا، لأنه هو الذي يصنعون به الإنجيرة. طيب جميل، واصل حديثكم الممتع. طيب واصل، إذن الراجح أن يخرجها طعاما ولا يخرجها مالا. جزاكم الله خير، واصل. نعم. أيضا مسألة هل يجوز له، لأنه اختلف العلماء، هل يجب عليه أن يخرجها في نفس البلد الذي يسكن فيه، أو يخرجها أو يذهب بها إلى خارج القطر؟ فالعلماء يقولون أنه ينبغي أن ينفقها في نفس البلد الذي يعيش فيه، لأنه المقصد إطعام وإسعاد فقراء ذلك البلد الذي يعيش فيه، وكل شخص ينفق في نفس البلد الذي هو فيه، إلا أن يكون أن الفقراء الذين في البلدان الأخرى أحوج أو أشد احتياجا من ذلك البلد الذي هو فيه، وأن البلد الذي هو فيه قد يتوفر لديهم، ولكن أولئك الآخرون لا يتوفر لديهم ذلك، فممكن إخراجها وإرسالها إلى ذلك البلد حتى تصل إليهم. مسألة أخرى كذلك في مسألة الزكاة، وقت إخراجها، متى يكون إخراجها؟ لا شك أن السنة هو إخراجها قبل صلاة العيد، حينما يذهب الإنسان خارجا لصلاة العيد فيخرج الزكاة على الفقراء والمساكين لتحصل الفائدة، ليحصل الفرح، ليفرح الناس بالعيد قبل الصلاة، ليفرح الفقراء. وقد أباح بعض العلماء أن تخرج قبل ذلك بيوم أو يومين، ويمكن كذلك بعض الناس الآن يخرجها من بداية العشر. لماذا؟ لأنه يرسلها إلى بلد آخر، أو يوكل شخصا ليشتري هذه الأقوات ثم يقوم بتوزيعها في الوقت المشروع، لأنه لو أخرجها قبل ذلك
لا تصح، أو أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات ولم يصب طيب إخراجها طيب المأمور شيخ به، عبد العزيز، ولم يصب. هل يجوز دفعها كاملة لأسرة واحدة أو لمسكين واحد، أو يجب عليها أن يوزعها في مجموعة من الفقراء؟ ستجيب على هذا السؤال بعد الفاصل. نعود إليكم مشاهدي الأكارم، ابقوا معنا. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر، بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. مشاهدي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم والعود أحمد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، أوردت لكم سؤالا فيما يتعلق هل يجوز دفع زكاة الفطر عن الأسرة لأسرة كاملة أو لمسكين واحد، أو لا بد أن يفرقها بين مجموعة؟ الحمد لله رب العالمين. في البداية نحب أن نتحدث على من تجب زكاة الفطر. تجب على كل إنسان الذي يملك مقدار الزكاة زائدة عن حاجته، يعني عنده حاجة أهله ولديه زيادة، فيجب أن يزكي ويخرج هذه الزكاة. وعمن تجب، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون أو تمونون. وكان أيضا بعض الصحابة يخرجونها عن الجنين. وأما بخصوص سؤالكم فضيلة الشيخ برهان، هل يجب أن تعطيها لأسرة واحدة أو تفرقها؟ حسب المصلحة التي تراها. يجوز أن تجمع زكاتك التي تخصك أنت وأبنائك، ممكن أكثر من أسرة، تعطيها لعائلة واحدة لتغنيهم لفترة أطول، وممكن إذا رأيت أن تفرقها حسب المصلحة فهذا جائز وهذا جائز. وأيضا تكلمنا بخصوص متى تدفع الزكاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة، وإلا فهي صدقة من الصدقات إذا
أخرجتها قبل أو بعد الصلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. وهذه معظم أحكام الزكاة التي تجب على المرء، وهي أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سببها قال: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسكين. طيب شيخ عبد العزيز أحسنتم. طيب من لم يخرجها تهاونا وكسلا ماذا عليه؟ ومن لم يخرجها انشغالا، انشغل شخص أو نسي شخص، أن هؤلاء كلهم يحدث حقيقة واقعيا. هناك من ينسى، هناك من ينشغل تماما ولا يستطيع أن يخرجها، وهناك من يتركها والعياذ بالله تهاونا وكسلا. ما حكم هؤلاء الثلاثة؟ هم يكونون قد ارتكبوا أمرا ليس بالهين، ولكن هل يأثمون أو لا يأثمون أنا في الحقيقة ليس عندي فيها معلومة، ولكنه على أمر خطير ولا بد أن يؤدي هذه الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على الجميع. زكاة تؤدى عن الصغير والكبير والحر والعبد، كل من كان يملك. فينبغي للمرء ألا يتهاون في إخراج هذه الزكاة، لأنها من الأمور التي تكمل صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ طهرة للصائم من اللغو والرفث. فهي الشيء الذي نقص منك أو حدث منك لغو. أحسنتم الشيخ عبد العزيز. يتم نقصك الذي أنقصته هذه الزكاة. أرجع إليك شيخ عبد العزيز، زادكم الله علما وشرفا ورفعة على هذا البيان الجميل. أحسن الله إليكم شيخ عبد العزيز. شيخ حسن، سألت الشيخ عبد العزيز قال الله أعلم بهذا الأمر. هم ثلاثة: من نسي ومن تركها تهاونا ومن انشغل عنها، ماذا عليه؟ طيب، أول حتى ندرك طبيعة ما يترتب عليه نقف على حكمها. وتفضل الشيخ جزاه الله خير بأن زكاة الفطر واجبة. نعم. وبالتالي من فرط في واجب يأثم. أي من فرط في واجب يأثم. يبقى بعد ذلك هل بإمكانه أن يقضيها أو لا يقضيها؟ يا سلام. هذا هو الصحيح والله أعلم، أن ما يتعلق بحق الله لا بد له من توبة. أنك أنت فرطت في التوقيت، هذا له حق الله تبارك، هذا توبة واستغفار وأعمال صالحة. أما حق العباد لا يسقط، يعني حتى لو امتدت الفترة. طبعا بعض العلماء ذهب إلى أن هي توقيفية، وبالتالي هذا التوقيت مضى عليك انتهى الموضوع. لكن الصحيح أن حق العباد لا يسقط، تبقى في ذمته ويجب عليه أن يخرجها. تبقى في ذمته، يجب أن يخرجها. نعم. يخرجها في يوم العيد، بعد العيد. ولذلك حتى الحديث يا شيخ هو كلمة أداها أطلقها في الأمرين. نعم. قال فأداها فهي زكاة، يعني أجرها أجر الزكاة، أجرها أجر الزكاة، وأدى ما عليه من الفريضة. نعم. يسقط عنه حق المسكين أيضا إذا كان إن شاء الله أوصلها إلى المساكين بعد هذا التوقيت. نعم. فإذا أوصلها بعد فوات وقتها فقد أداها. نعم. ولكن أداها على أنها صدقة، من الصدقات، ولكن فاته الفضل. نعم. أما الذين نسوها يا شيخنا، نعم، من نسيها نعم ثم تذكرها، من نسيها على كل إن شاء الله ليس عليه إثم، ولكن عليه أن يخرجها. نعم. باعتبارها متعلقة بحق العباد ولا بد أن تصل. نعم. هنا في نقطة مهمة بس حبيت أنبه عليها، وهو موضوع المقدار. كثير من الناس حقيقة في موضوع المقادير يكون صحيح. في إشكال. نعم. فهي على كل تتفاوت مذهبيا ما بين 2 كيلو إلا ربع أو 2 كيلو، يعني على مذهب الأحناف 2 كيلو من الأقوات المختلفة، وعلى بقية المذاهب 2 كيلو إلا ربع. وبعض المذاهب شيخنا منهم ما يرفع، منهم 2 كيلو 400 جرام. ده أعلى سقف. وبعضهم يقول مرة واحدة خلوها 3 كيلو، بلاش كذا نخش في سسمي. صحيح. فما بقي يعتبر صدقة. أيوة، هذه مهمة. لذلك الأكياس الرز وأكياس المشيلة وأكياس تكون دائما في 3 كيلو خروجا من طبعا هي صحيح. على كل هي هذا المقدار يعني اللي ممكن إن شاء الله ننبه إليه الناس. وكما تفضلت استحضار أن ما زاد صدقة دي مهمة، لأنه بعض الناس بعض العلماء شدد في أنه والله المقدار يجب أن يكون تعبدي ونقف عنده. قال لك أيوة. فكما تفضلت أنه الزائد هذا تنويه أنه
يعني لكن شيخ حسن نريد حقيقة يعني تعليق على مسألة يسر هذه الشريعة. يعني الآن نحن نتصدق ب3 كيلو عن الشخص الواحد. نعم. و3 كيلو اليوم مثلا نحن في تركيا تعادل تقريبا 3 كيلو ما يعادل يعني 17 ليرة إلى 28 ليرة. 28 يعني 17 ريال. نعم. أو بالريال السعودي كذا. نعم. يعني انظر إلى مدى تيسير هذه الشريعة، وأنها ما تأخذ من مالك شيئا كثيرا، في حين أنه إذا أخذت منك المال الكثير يعيد. تعليقكم حول هذا؟ كما تفضلت، والله سبحانه وتعالى يؤكد في كل شرائعه بأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج. لم يجعل لنا لا في التعبديات المحضة التي تتعلق بالأبدان حرج، ولا في الماليات المحضة، ولا فيما هو مختلط بين المال والبدن. فالله سبحانه وتعالى شريعته كلها قائمة على اليسر. بل هنا سبحان الله نلاحظ حتى من أجل التيسير أن من حصل من الفقراء على ما يكفيه، يعني أنا مثلا نعم هذه جزئية كنت أناقشها مع الشيخ عبد العزيز، يعني جزاك الله خير. مهم جدا. أنا مثلا وهذه طبعا تجعلنا نرجع إلى ما قاله المذاهب الثلاث في أنه والله تكون عينا، تكون عينا طبعا. بمعنى حصلت في نفس اليوم على ما يكفيك، يعني في الليلة مثلا نعم. أو ما قبل صلاة العيد، ووصلك ما شاء الله ما يكفيك وأولادك غداءك وعشاءك وزاد مباشرة أدخل أنت في الصدقة. نعم. أيضا أنت كفقير تزكي لغيرك، يعني معناه يعني الفقير يزكي للفقير والغني يزكي للفقير. نعم. والناس يعني تتبادل، أهم قضية تتبادل الناس هذه الزكاة. يعني كأنه كما تفضلت هو احتفال، يعني أحسن. ولنأكل جميعا صح. ولنشرب جميعا ولنسعد جميعا، كأنه هكذا. هو هكذا. وفي قضية مهمة جدا، حتى الفقير ما بتجيه أحيانا حالة انكسار قلبي إذا شعر أنه ما زكى. فالله عز وجل يقول خذ كفايتك في هذا اليوم، يلا زكي وزكي، فأنت تكون ما شاء الله دخلت في الطهر أيضا ودخلت في فهذه مسألة فعلا جزاك الله خير مهمة. وبالتالي سبحان الله يدخل في زكاة الفطر، وهنا أنا أنبه إلى أنها هي أقرب إلى زكاة الأبدان. أن هي زكاة أبدان في حقيقتها، وزكاة الأبدان ذات الطابع بتاعة الكفارات وغيرها نراعي فيها هذا الجانب. وحتى الإغناء الذي ورد فيها فسر في بعض الأحاديث كما في سنن أبي داود وغيره أن الإغناء ماذا تعني يا رسول الله بيغنيه؟ قال أن يملك غداءه أو عشاءه. يا سلام. ففسر الإغناء، يعني حتى لا نذهب في قضية الإغناء والأمور هذه بشكل بعيد. وبالتالي في هذا اليوم مطلوب فيها بشكل كبير أن الناس يكفون عن المسألة في الطعام، وهي أقرب إلى جانب الأبدان كما طيب شيخنا الشيخ عبد العزيز ذكر يعني أهمية هذه الزكاة شعيرة زكاة الفطر. نعم. قال أنها طهرة نعم. للصائمين. نعم. طهرة عن الرفث واللهو. نعم. الحقيقة يعني هي تعود بالمصلحة إلى الصائم. تعود بالمصلحة إلى الصائم، ولذلك قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر. تعليقكم حول هذا الشيخ، ما معنى أنها طهرة؟ ما معنى أن حينما يقول النبي عليه السلام طهرة من الرفث واللغو، ما المقصود؟ أحسنت. أول بالنسبة هي تشترك مع أصل مبدأ الزكاة والأخذ الأموال في موضوع الطهر تحت قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فهي في الأصل كل ما يؤخذ من الإنسان من أموال له تأثير مباشر. هذا الطهر أحيانا يتعدى في الأشخاص إلى الأموال نفسها، لكن هنا في زكاة الفطر ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بما يحصل من العبد من تقصير في صيامه، من المؤثرات في صيامه. نعم. فكأن والله ما حصل خلال، يعني مثلا الآن ما يحصل من تقصير في الصلاة أمرنا أن نستغفر فيه. نعم. فهذا هو الذي يغطي. صحيح. ما يحصل من تقصير في الصيام أمرنا أن نزكي فيه بزكاة الفطر. فيحصل كلنا الآن في صيامنا لسنا كاملين. صحيح. وما في أحد يعني لا يحصل منه رفث. إذن هي لمصلحتنا، وبالتالي هي لمصلحتك. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لك لتكمل ما نقص تقرب إلي بهذا الموضوع. ولذلك أنا قلت أقرب إلى الكفارات. أقرب إلى الكفارات في أنها لها علاقة بالأبدان. صحيح. يقول لك والله تقرب إلي بالإطعام. نعم. ما شاء الله. ولها علاقة سبحان الله أيضا زكاة الفطر، بما أننا أيضا في مسألة لها علاقة بقضية الامتناع عن الطعام والشراب، كأنما في هذا اليوم نحن لا نطلق العنان للإطعام، أيام أكل وشرب وذكر يعني. فهذا جانب. على كل عللها النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، أنها طهر بالنسبة للمزكي في نفسه وفيما نقص منه، وطعم للمساكين.
جميل. فهي معللة بالأمرين. طيب جزاكم الله خير شيخ حسن على هذا البيان. فيما يتعلق بعيد الفطر المبارك سيهل علينا قريبا إن شاء الله، مع سؤالنا لله تبارك وتعالى أن يختم لنا رمضان بخير. عيد الفطر المبارك هو أحد أعياد المسلمين وفرحة من فرحاتهم، وهذا العيد متضمن أحكام ومتضمن صفات ومتضمن شرائع. ما الذي يجوز لنا فيه، ما الذي لا يجوز لنا فيه، ما هو يعني كيفية مثلا فيما يتعلق بأحكام التكبير، ما يتعلق بالصلاة. اليوم نحن في فترة كورونا، كيف يصلي الشخص صلاة العيد؟ هل ممكن يصليها في بيته مع أهله؟ هناك أيضا فيما يتعلق بمستوى الفرح بهذا العيد، ما الذي يجوز لنا أن نفرح وأن نتجاوز في بعد اللهو. وأيضا فيما يتعلق بسرعة ومباشرة الصوم بعد اليوم الأول، الناس تبادر فتصوم، فهل هناك مندوحة لو تأخروا قليلا؟ كل هذا نريد أن نستمعه منكم شيخ حسن. على كل كما تفضلت، يعني نحن في موضوع الأعياد أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة يعني محطات للفرح، وجعل لنا فرحة في رمضان عند الفطر. هذه الفرحة هي أن والله الإنسان يقبل بعد رمضان مباشرة على هذا الأمر العظيم وهو العيد. والعيد طبعا من مسماه أنه يعود على الناس بين فترة وأخرى. فالمسلمين لهم عيدان، العيد الأول هو عيد الفطر المبارك، والعيد الثاني هو يوم الحج الأكبر اللي هو في الأضحى. أول مهمة يمكن الآن انتهينا منها قبل قليل تجب في هذا اليوم موضوع زكاة الفطر. تمام. هذه واحدة من الأعمال الأساسية التي تدخل ليلة العيد يعني على القول انتهينا منه. طيب. أيضا في شعيرة مهمة جدا وهي شعيرة التكبير. للأسف الشديد بعض الناس يعني يغفل عنها وماتت في الناس للأسف، يعني هو التكبير بشكل عام. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن تدخل الليلة ويثبت رمضان كانوا يبدأون في التكبير في كل مواقعهم. يعني هل يجوز للشخص أن يكبر في بيته؟ يكبر في بيته وفي أسواقه وفي الشوارع وفي حتى ويسمع الناس. أيضا تكبر في مطبخها. أي المرأة تكبر في مطبخها وفي بيتها، هي لا ترفع الصوت، لكن الرجال يرفعون أصواتهم. جميل. وليت أسواقنا سبحان الله تحيي فيها هذه الشعيرة التي لها أثر عظيم جدا في الاستعلاء بالإيمان والعزة في هذا الدين. فنحن يعني نحتاج إلى هذا الموضوع. تبدأ طبعا عملية التكبير في شهر رمضان من مغيب الشمس إلى لحظة صعود الإمام إلى طيب حكم صلاة العيد شيخنا. نعم، حكم صلاة العيد على كل أقصى حكم فيها أنها واجبة عينيا، وهذا مذهب الحنابلة، ولكن الوسط فيها، المذهب الوسط فيها أنها فرض كفاية على المستوى الجماعي، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، ومما يعتبرها سنة مؤكدة كما هو حال سادتنا المالكية، يعني فهؤلاء يرونها أنها سنة مؤكدة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية على كل نصر مذهب الوجوب العيني، وأنها لا تسقط حتى لو لا بد أن يؤديها الإنسان. ولكن كثير منهم ربط إنه والله أداءها مثل صلاة الجمعة، فإن حضر مع الإمام وأداها فبها ونعمت، ما أداها لا يقضيها بعد ذلك منهم. لكن الأفضل أنه يمكن أن يصليها حتى منفردا، ما دام أنها واجبة وقلنا بأنها واجب فلا نسقطها عنه. جميل. طيب اليوم في بعض الدول هناك حذر مثل تركيا الآن. نعم. لا تصلى في المساجد، فماذا يفعل الإنسان؟ والله أنا ما أدري، يعني هم منعوها الآن ولا كالجمعة؟ أتصور أنها إن شاء الله بشكل عام أتصور الآن خرج قرار الناس تصلي. نعم بشكل عام إن شاء الله لن يكون هنالك ضائقة. ولكن إن فرضنا أن بعض البلدان أو بلد من البلدان زادت فيه المساحة وحصل المنع، فيمكن إن شاء الله للإنسان أن يصليها بأولاده وبأسرته وببعض المقربين مثلا من جيرانه، فيمكن إن شاء الله أن تؤدى في هذا الجانب، يعني ما فيها حرج. جميل. طيب. أيضا من الأعمال الأساسية طبعا صلاة العيد والتجهز لها والاستعداد لها، وهذه طبعا شعيرة مهمة جدا. وكان شهود هذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها حتى الحيض من النساء. نعم. يعني النساء اللي معذورات في أنه والله لا يذهبن، لكن يحضرن المشهد ويكون خارج مكان المصلى حتى ينلن حضور وشهود المشهد. أيضا من الأشياء المهمة جدا في هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان قبل أن يخرج إلى مصلاه كان يأكل تمرات، يأخذ مجموعة من التمرات، يعني خلاف الأضحى. الأضحى تفطر على الأضحية، لكن هنا في رمضان تخرج إلى المصلى وقد أفطر. فلا يذهب الإنسان وهو صائم، يحرص أن يأخذ مجموعة من التمرات الوتر، ويذهب على كل بطريق ويرجع بطريق آخر. ويفضل أيضا كذلك أن يحضر على كل الصلاة مع الخطبة، ثم بعد ذلك التزاور وما شابه ذلك. وهنا طبعا نحن نحتاج على كل إلى تنبيه المسلمين في أن موضوع الزيارات وموضوع الأعياد نحتاج فيه إلى أن نجنب أنفسنا بعد هذه الطاعة الطويلة التي أطعنا الله سبحانه وتعالى فيها، التي يفترض تؤدي بنا إلى التقوى، والتقوى هي رعاية الحقوق واجتناب المحارم. فنحن في العيد علينا أن لا نقتحم أسوار المحارم، وهذا يحصل على كل في الدخول على النساء وفي المصافحات وفي ما يشكل على كل على كثير من الأسر. الله يجزيك خير دكتور حسن سلمان. الشيخ عبد العزيز، نريد خاتمة طيبة لهذا اليوم ولهذا البرنامج في الحث في 30 ثانية، لو زدت حقاطعك. معك 30 ثانية نصيحة لصلة الأرحام والتزاور وقيام بواجب التآخي والتعاون على البر والتقوى. بارك الله فيكم شيخنا برهان. أنا أشعر أنك ودك تتكلم تشارك في الموضوع حتى تفصل للإنسان كذا كذا، جزاك الله خير، لكن أنت اليوم مقدم فقط. فطبعا لا شك أن هذا الأمر أمر عظيم، وأمر حث عليه الشارع حثا يعني بشكل كبير، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة. وأول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو لما قدم المدينة هو أن جمع بين الصحابة وآخى بينهم، وهم ليس بينهم وشائج ونسب، فما بالك بصلة الأرحام الذين هم والديك وأعمامك وعماتك إلى آخره، فكيف بك أن تقطعهم؟ وهذا أيضا خلاف الاجتماع. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالنزاع والفرقة والتقاطع، والله سبحانه وتعالى وعد الذي يقطع رحمه بالعذاب وجهنم، كما في سورة محمد، وهو وعيد شديد. فينبغي للمرء أن يستغل هذا اليوم وهو يوم العيد في أن أتم الله عليه جل وعلا صيام الشهر ثم بلغه يوم العيد وهو يوم توزيع الجوائز، أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويصل رحمه ويتآخى قبل أن يأتي الموت. ثم إذا ذهب الذي كان يقاطعه فإن بكى عليه دما لا يستطيع أن يرجع ولا ينفع الندم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التآخي والتحابب، وأن يطهر قلوبنا من هذه الضغائن والأمور الدنيوية التي تعلق في نفوسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الفضيل، وأن يبلغنا إلى شهر رمضان. وأيضا مسألة نسيتموها في مسألة الاعتكاف: هل يجوز الاعتكاف في وضع مثل كورونا هذه التي يمنع الناس فيها؟ الصحيح أنه لا اعتكاف في البيوت، إنما الاعتكاف يكون في المساجد. وكذلك بالنسبة لصلاة العيد، بعض العلماء يرى أنه لا تقام في البيوت، إنما صلاة العيد تقام في المصليات وليس في المساجد كذلك، فالسنة إقامتها في المصليات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة، وسعدنا بلقائكم. شكرا الشيخ عبد العزيز عطا، أعطيتك 2.5 دقيقة. كنت ناوي أقطعك في 30 ثانية، لكن قلنا معلش بمناسبة هذا العيد المبارك. ما هذا من صلة. طيب بارك الله فيك شيخ عبد العزيز، أثابك الله على هذه المسائل التي أنت عرضتها، والأمر أعتقد أن هناك واسع والحمد لله. مشاهدي الأكارم، انتهت حلقة اليوم. أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور حسن سلمان، كما أتقدم أيضا لشيخنا وأستاذنا الشيخ عبد العزيز عطا، والشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم على متابعتكم لهذه الحلقة. أسأل الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، وأن يختم لنا رمضان بخير. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، كما نسأله أن يعيد علينا رمضان كرات عديدة وأزمنة مديدة. إلى الأسبوع القادم ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.